إنهم كانوا قبل ذلك مترفين منعمين لا يتعبون في الطاعة، يتركون الواجبات لأنها تشق عليهم الطاعات. إذا نودي لصلاة الصبح برد، إذا نودي لصلاة الظهر الله حر شديد، العصر وقت راحة، المغرب إلى آخره. مترفين متنعمين، والترف جاء في النصوص كلها مذموم. الترف مذموم، وهو الإخلاد إلى الدنيا والراحة وعدم تكليف النفس، هذا كله مذموم، وهذا سبب خراب الأمم والدول كما قرر ذلك ابن خلدون في مقدمته: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فالترف مذموم والإخلاد إلى الراحة مذموم. لا بد أن يكون المسلم جادا في حياته، عاملا بما أوجب الله عليه، مجتنبا لما نهي عنه، بحزم وعزم وقوة لا تردد فيه.